انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي تتحدث عن تصوير جزء جديد من السلسلة التونسية الأشهر على الإطلاق، سلسلة شوف لي حل، حيث أن العديد من الصفحات الإخبارية تحدثت وأكدت ذلك، وأن موعد عرضه في شهر رمضان، وهذا طبعا بسبب إعجاب الجمهور العربي وليس فقط التونسي بهذه السلسلة الكبيرة. وبعدها انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين التغيير الكبير الذي حدث في بالاس جنات، حيث نشر مهندس الديكور شاذي دياب عدد من الصور المستوحاة من بالاس جنات العرافة، ويعلق: نزول عند رغبة المتابعين محبي سلسلة شوف لي حل، أخيرا جنات العرافة نحت الشح وعملت تصليحات للبلايص مع المحافظة على الطابع المعماري الأصلي. هكذا كانت النتيجة. وأنتم إخواني، ما رأيكم في الموضوع؟ وهل حقا تريدون إعادة هذه السلسلة الكبيرة بموسم جديد؟ خاصة غياب شخصيات كبيرة أمثال السبوعي والباجي ماتريكس ودوجا وحوسي وغيرهم الكثير الذين توفاهم الله، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته يا رب. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.